فيلمنا بيبدأ مع سونيك وهو بيجري حوالين الجزيرة بسرعة كبيرة جدا. كان سونيك بيعيش في عالم تاني غير عالمنا وعنده سرعة خارقة مولود بيها، وده اللي خلى الأشرار يطمعوا في قوته. فروح سونيك للبيت وسلم على المربية بتاعته اللي اسمها لونج، وقالت له إنه ما يجريش حوالين الجزيرة تاني علشان ما يجذبش الأشرار ليه. لكن سونيك بيقول لها إن محدش شافه وهو بيجري، وقبل ما يكمل كلامه ظهر مجموعة من الأشرار قدام بيته وبدأوا يطلقوا عليه السهام. بعدين أخدته لونج وهربت بيه، ولما اتحاصروا من الأشرار لونج ادت لسونيك خواتم سحرية، وكانت الخواتم دي بتخلي سونيك يسافر أي مكان هو عايزه، وكل اللي عليه إنه يفكر في المكان اللي هو عايز يسافر له وهيفتح الخاتم البوابة بتاعته. وللأسف ضحت لونج بنفسها عشان سونيك يهرب، وزعل سونيك جدا على اللي حصل. عدت 3 سنين وعاش سونيك في مدينة اسمها جرين هيلز، ومن أكتر الحاجات اللي كان سونيك بيحب يعملها هي إنه يعمل بعض المقالب في الضابط توم. كان سونيك بيحب سكان مدينة جرين هيلز وكان دايما بيراقبهم في صمت عشان الأشرار ما يشوفوش ويطمعوا في قوته يعني. وأكتر الأشخاص اللي سونيك كان بيحبهم فعلا هم الضابط توم ومراته مادي اللي كانت بتشتغل دكتورة، وكان سونيك دايما بيتسلل ويراقبهم وكان بيتخيل قعدته دايما معاهم. وفي آخر اليوم كان بيروح لبيته في الغابة وكان بيلعب بعض الحاجات اللي جمعها من سكان المدينة. ومع إن سونيك كان بيمتلك سرعة خارقة وقوة رهيبة، إلا إن حياته كانت دايما حزينة لأنه وحيد ومعندوش أصحاب. وفي يوم من الأيام أخد السلحفة وبدأ يلعب معاها وبيجري بيها بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن السلحفة جالها صدمة نفسية. بعدها سونيك كان بيتفرج على مجموعة من الأطفال وهم بيلعبوا البيسبول، عجبته اللعبة جدا وقرر إنه يلعبها، واستنى لحد ما الكل مشي وجيوا معاه المضرب، وبدأ سونيك يلعب مع نفسه واستغل سرعته عشان يرمي الكورة لنفسه. وكان متخيل إنه بيلعب مع بعض الأشخاص، لكنه في الآخر أدرك إنه وحيد ومعندوش أصدقاء. ساعتها حس سونيك بغضب كبير وفضل يجري حوالين الملعب بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن سرعة سونيك ولدت حقل مغناطيسي اتسبب في انقطاع الكهرباء على مدينة جرين هيلز بالكامل. اجتمع المسؤولين في الجيش وقال العقيد إن في انفجار مغناطيسي حصل امبارح بالقرب من مدينة جرين هيلز. رد عليه المساعد بتاعه وقال له إن ده هجوم إرهابي. قال لهم إن مفيش أثر للأسلحة في المكان، وقال لهم كمان إن أملهم الوحيد لمعرفة سبب الانفجار هو الدكتور إيجمان لأنه شخص عبقري حصل على 5 شهادات دكتوراه. بس اتضايق المستشارين من تعيين الدكتور إيجمان كمستشار للتحقيق لأنه شخص مهووس وممكن يدمر أي حاجة تقف قدامه عشان يوصل لهدفه. وبعدها وصل الدكتور إيجمان لمقر الجيش في مدينة جرين هيلز وقابل هناك العقيد وقال له إن هو المسؤول عن التحقيق في الانفجار، وبعت طيارته عشان تمسح الغابة علشان يدور على أي دليل. ولكن واحدة من الآلات دي لقت آثار أقدام سونيك، ولما لقى سونيك إن كل الآلات دي بتبحث عنه أخد شنطة الخواتم السحرية وراح عشان يستخبى في بيت الضابط توم. وقرر سونيك إنه يهرب من عالم البشر ويروح لعالم تاني. ولما دخل للمخزن سمع توم صوت غريب، فكر إنه حيوان بري وأخد معاه مسدس التخدير. ولما دخل المخزن اتفاجئ إن سونيك واقف قدامه. كان سونيك عايز يستخدم واحد من الخواتم عشان يهرب، لكن توم قدر إنه يسيبه مسدس التخدير. وبما إن كان توم لابس تي شيرت مكتوب عليه سان فرانسيسكو ومرسوم عليه صورة ناطحة سحاب في المدينة، فتح الخاتم بوابة للمكان ده ووقعت شنطة الخواتم فوق ناطحة السحاب. بعدين توم أخد سونيك وحبسه في قفص لأنه كان فاكره حيوان بري. ولما صحي سونيك اتفاجئ توم إنه بيتكلم وحكى له سونيك قصته وإنه كان بيراقبه هو ومراته مادي، وكان بيراقب سكان المدينة هما كمان. ووقت ما هما بيتكلموا وصل دكتور إجمل لبيت توم وطلب سونيك من توم إنه يخبيه لأنه لسه ضعيف من تأثير المخدر ومش قادر يجري. راح توم عشان يتكلم مع الدكتور إجمن اللي كان عايز يفتش البيت، لكن توم رفض وقال له إن مفيش حاجة هنا، بس بعت الدكتور إجمن آلاته عشان تدور في بيت توم من غير ما أي حد يعرف. قدر سونيك إنه يستخبى من الآلات، وقبل ما يمشي دكتور إجمن سمع صوت في بيت توم ودخل البيت بقوة واكتشف شعرة من شعر سونيك وقال لتوم إنه بيكره الكدابين. وقبل ما يقضي على توم ظهر سونيك وأنقذه بسرعة، وبسرعة ركب توم وسونيك العربية وهربوا من الدكتور إجمن. ووصلوا بعدها لمحطة البنزين ونزل توم من العربية عشان يجيب أكل، وطلب من سونيك إنه يفضل في العربية ويستخبى من الناس. ولما توم مشي شاف سونيك مجموعة من الناس وهم بيحتفلوا فاتنكر وراح عشان يحضر الحفلة. ولما وصل توم لقى إن سونيك مش موجود في العربية وراح عشان يدور عليه في الحفلة لأنه متنكر. فبدأ توم وسونيك يتكلموا وعرف توم إن سونيك شخص وحيد وحياته تعيسة، وبدأوا يلعبوا مع بعض وقضوا وقت ممتع قبل ما يمشوا. اتخانق سونيك مع عصابة كانوا بيتنمروا عليه، واحد منهم ضرب توم واصطدم بشخص تاني وبدأ كل الناس اللي في الحفلة بيضربوا بعض. فاستخدم سونيك قوته الخارقة وقدر يغير الهدوم الناس وأخد توم وهربوا لغاية ما وصلوا
وصلوا هما الاتنين لفندق، ولما شغل توم التلفزيون لقى إنه مطلوب للعدالة وبقى إرهابي في نظر الشرطة، فقال له سونيك إنهم لازم يلاقوا الخواتم السحرية اللي وقعت على ناطحة السحاب الموجودة في سان فرانسيسكو. تاني يوم ركب توم وسونيك في العربية عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وفي الطريق هجم عليهم الدكتور إجمان ورمى خطاف على العربية توم، وحس سونيك إن في خطر وبدأت قوته تشتغل ودمر عربية إجمان، لكن إجمان استخدم عربية احتياطية وكمل المطاردة، ولما عرف إنهم هربوا منه بعت لهم طيارة صغيرة قطعت سقف العربية بالليزر وكان فيها قنبلة، ولما عرف توم وقف العربية عشان يرمي القنبلة، لكن المشكلة إنها لزقت في إيد سونيك. في الآخر قدر يتخلص منها لكنه اتصاب في الانفجار وأغمى عليه، وما قدرش توم غير إنه ياخد سونيك لمراته مادي. كانت مادي بتزور أختها، ولما وصل عندهم توم رفضت أخت مادي إنها تدخلهم وكانت عايزة تبلغ الشرطة، لكنهم ربطوها، واستغربت مادي من شكل سونيك ومش عارفة إزاي تساعده، فجابت حاجة ريحتها قوية عشان تفوقه، وفعلا صحي سونيك وبدأ يجري بسرعة جدا. بعدين أخدت مادي توم وسألته إيه اللي بيحصل معاه بالظبط، وحكى لها توم عن كل حاجة. ولما كانوا بيتكلموا بنت أخت مادي شافت سونيك وإن الكوتشي بتاعه اتخرم، فادت له الكوتشي بتاعها. فرح سونيك جدا لأن دي أول هدية ياخدها في حياته. وبعدين راح توم ومادي وسونيك لسان فرانسيسكو عشان يجيبوا الخواتم. في نفس الوقت كان الدكتور إجمان بيحلل شعر من سونيك اللي لقاها في بيت توم، وقدر يستخدم قوتها ويدمجها مع آلة من بتوعه عشان تبقى سريعة زي سونيك. وصل التلاتة للمبنى اللي فيه الخواتم، وتوم خبى سونيك في الشنطة وقدم للموظفة بطاقة الشرطة بتاعته وقال لها تديله مفتاح سطح المبنى. ووصل التلاتة لسطح المبنى وبالفعل لقوا شنطة الخواتم. وهنا سونيك ودع توم ومادي، وقبل ما يسافر لمكان تاني من الناس اللي بيطاردوه ظهر الدكتور إجمان وأطلق عليه آلاته، واستخدم سونيك سرعته الخارقة عشان يدمرهم، لكن الدكتور إجمان فعل سلاحه السري مع شعرة سونيك وده خلى الآلة بتاعته سريعة جدا، وبدأ يطارد سونيك في شوارع سان فرانسيسكو. بعدين سونيك فتح بوابة لباريس عشان يهربوا من الدكتور إجمان لكن بدون فايدة، وفتح بعدها بوابة لأهرامات مصر وبدأ في تشويش الدكتور إجمان باستخدام رمل الصحراء، لكن إجمان فضل وراه لحد ما رجعه مرة تانية لمدينة جرين هيلز. وإجمان حاصر سونيك وقبل ما يقضوا عليه اتسلل توم وراه وضربه، لكن إجمان قدر يتغلب عليه ورماه على الأرض. ولاحظ إجمان إن سكان المدينة وقفوا جنب توم، ولما إجمان سأل توم ليه بيدافع عن سونيك قال له إنه بيعتبره صاحبه وإنه ما بيسيبش أصحابه لوحدهم. ولما سونيك سمع الكلام فهم من غيبوبة الوحدة وقال إنه عايش حياته كلها بيهرب، لكن جه الوقت عشان يقف ويدافع عن أصحابه. بعدها فتح سونيك بوابة لمكان مهجور باستخدام خاتم من المعاه، واستخدم قوته ورمى إجمان ناحية البوابة. وتوم قال لسكان المدينة إنهم ما يقولوش لحد إن سونيك هنا. في تاني يوم جه مسؤول كبير من الجيش لبيت توم وقال له إن كل التهم اللي عليه اتمسحت، وقال له إنه ممكن يرجع لشغله مرة تانية، واعتذر له عن الضرر اللي عمله الدكتور إجمان. ولما كان سونيك خارج من بيت توم عشان يرجع لبيته في الغابة قال له توم إنه يقدر يعيش معاه في بيته، وفرح سونيك جدا لما شاف أوضته الجديدة، وفرح أكتر كمان إنه أخيرا لقى عيلة هيعيش معاها وإنه خلاص مش هيبقى وحيد مرة تانية. طبعا عارفاكم متحمسين عشان تعرفوا إيه اللي حصل مع الدكتور إجمان، فأنا بسرعة هنزل لكم بكرة الجزء التاني وهتلاقوه ظاهر قدامكم حاليا على الشاشة. وبس كده، سلام.